في الفيديو النهارده انا جاي اتكلم معاك عن مقارنه تفصيليه بين السماعتين اللي انتوا طلبتوهم مني هنا على القناه يا جماعه، وهما الجالاكسي بادز 3 برو والهواوي فري بادز برو 3. حابين نتكلم عن السماعتين دول بالذات لان هما سعرهم قريب قوي من بعض وبيقدموا مواصفات قويه جدا جدا، وكمان سعرهم قريب قوي من بعض. وكالعاده من غير كلام كتير، معاكم محمد ابو اليزيد قناه ريفيوتك، ويلا ندخل في تفاصيل الفيديو. طيب نبدأ أول حاجة بتجربة الأنبوكسنج. وزي ما تشوفوا كده البوكسين بيجوا واحد لونه أبيض واحد لونه أسود. طبعا البوكس بتاع السامسونج أصغر بشويتين ثلاثة من البوكس بتاع الهواوي. نفتح أول حاجة البوكس بتاع السامسونج نشوف إيه اللي بيجي جواه. أول ما بنفتح كده بنلاقي ورقة مكتوب عليها سامسونج، دي اللي بيبقى جواها الكيبل بتاع الشحن والإير تيبس الزيادة اللي مع السماعة. لكن الفلسفه بتاعت هواوي هنا مختلفه. اول حاجه انت بتفتح بتلاقي السماعه اول حاجه في وشك. بالنسبه للمحتويات الاضافيه اللي جوه البوكس بيجي كتاب التعليمات طبعا اللي محدش بيقراه. عندك وصله الشاحن بتاعتهم واللي هي بتعجبني قوي قوي لان هم بيجيبوا وصله طويله جدا جدا شبه سلك الشاحن اللي بيجي مع اجهزه الجالاكسي اي، وكيبل مصنوع من تايب سي لتايب سي مصنوع كويس جدا طبعا. وبتلاقي شويه اير تيبس وبيجوا هنا بمقاسين اتنين بس، يعني عندك سمول واللي راكب على السماعه بيبقى الميديوم، ومعاك كمان المقاس اللارج. وبتلاقي السماعه نفسها بقى اخر حاجه موجوده تحت، واللي جايه بديزاين شبه الايربودز بتاعت ابل، الايربودز برو، لكن هم عاملين فيها افتكاسه من فوق كده ان هي تبقى شفافه وكمان بتنور. السماعات نفسها فيها LED كده بينور. عندك من تحت مدخل التايب سي والزرار اللي بتعمل منه ريست، وده منظر السماعه عموما. شكلها لذيذ جدا، بس لما هنشوف السماعه الواوي دلوقتي شكلها هيعجبكم اكتر من السماعه دي. وكمان السماعه دي متوفره في لونين، اللون الابيض اللي معانا دوت، وفي معانا كمان لون تاني اسود، وفي العلامات اللي تحت الاورنج والازرق دول علشان تعرف انت حاطط السماعه في انهي مكان ليها، سواء الليفت او الرايت. والديزاين بتاع السماعات وهم جوه ان كل سماعه بتبقى باصه لبره بعيد عن السماعه التانيه. بالنسبه بقى للهواوي خليها على جنب كده، نفتح نشوف ايه اللي بيجي جوه البوكس بتاعها. طبعا اول حاجه كتيبات التعليمات اللي ملهاش اي لازمه برده، وبنلاقي الكيبل بتاع الشحن، وهو هنا في نيجاتيف بوينت فيه ان هو بيجي من USB A ل USB C، مش زي الكابل بتاع السامسونج اللي بيجي من تايب سي لتايب سي، وكمان كابل السامسونج اطول. انما في الهواوي هنا الكابل اقصر بكتير وبيجي من نوع USB A ل USB C. لكن عندهم بوينت هنا ان هم عندهم من الاير تيبس سمول وميديوم ولارج، وكمان عندهم مقاس اكس سمول علشان الناس اللي ودنها اصغر. ما اعتقدش ان في حد هيستعمل المقاس الصغير جدا ده. نيجي بقى للسماعه نفسها، واللي هي جايه هنا باللون السيلفر بلو، واللي هي بتدي مزيج كده او خليط ميكس بين اللون السيلفر واللون البلو. عندك الزرار بتاع الريسيت بutton موجود في الجنب، والLED، ومن تحت عندك التايب سي وثلاث نقط كده علشان لو البوكس ضايع تدور عليه. السماعات هنا بقى لو فتحت هتلاقي شكلها فخم جدا واشيك بكتير من السامسونج. بصراحه شكلها عجبني اكتر من السامسونج، وجلوسي كده بتلمع. والديزاين بتاع البوكس عجبني اكتر لان السماعتين باصين لبعض جوه البوكس، على العكس من السامسونج السماعات باصه لبره، واللي الديزاين بتاعها متعب قوي لما تيجي تطلع السماعات من البوكس. لو خدت بالك كده البوكس بتاع السامسونج اكبر بشويتين ثلاثه، والفتحه بتاعت الاتنين سهله جدا زي ما انتم شايفين. الهواوي السماعتين باصين لبعض، السامسونج السماعات باصه لبره. لو جينا كده ناخد سماعتين منهم نشوف الشكل بتاعهم. طبعا الستيم بتاعت السامسونج اطول بشويه، لكن الهواوي اقصر شويه الستيم بتاعتها. والديزاين بتاعهم من فوق انا عجبني الديزاين بتاع هواوي بصراحه، شكله متناسق وسيمتريك اكتر من السن او البوز اللي موجود في السماعه بتاعت السامسونج. عندك من تحت هنا فتحة ميكروفون واحد في السامسونج، انما في الهواوي في فتحة ميكروفونين. وبصراحة الصوت بتاع المايكات بتاع السماعتين كويس جدا، وهنتكلم عليهم تفصيليا كمان شوية لما نتكلم طبعا على مقارنة الميكروفونات. طيب زي ما انتم شفتوا كده دي كانت مقارنة الانبوكسنج بتاعت السماعتين. الاكسبيرينس اللي انت بتاخدها من السماعتين طبعا بريميوم جدا. وبما اننا اتكلمنا على الانبوكسنج فنتكلم على الديزاين. بصراحة السماعتين بيقدموا ديزاين مختلف خالص، كل واحدة رايحة في اتجاه تاني. يعني عندك مثلا السامسونج الديزاين بتاع الكيس اللي فيه الحتة الشفافة من فوق ده شكله شيك جدا. السماعة الستاند بتاعتها اطول شوية، حاطين فيها LED، والتاتش بتاع الازرق والاورنج اللي تحت دوت عشان تبقى عارف انت حاطط السماعة في الاتجاه الصح بتاعها ولا لا. وكمان البوكس لو بصيت هتلاقي السماعتين كل واحده باصه عكس الثانيه زي ما قلنا من شويه. على العكس من كده بنلاقي الهواوي بتيجي بالديزاين الثاني اللي هو الاصغر شويه، السماعتين محطوطين في البوكس باصين لبعض، السماعات من جوه جلوسي
عندهم طبعا الفاريانت بتاعه الالوان اكتر بكتير، يعني عندهم اللون الابيض والاسود، المنت جرين، واللون اللي هو البيبي بلو. طبعا الستام بتاعه الواوي اقصر بشويه وما فيهاش LED زي اللي في السامسونج. في حته التصميم والشكل والانبوكسنج دي حاجات ذوقيه، انت يعني كل واحد هيشوفها على حسب ما هو يفضل، بس انا عاجبني بصراحه الديزاين بتاع الواوي شكله احسن بكتير. نيجي بقى من حيث الراحه في الودن، الواوي الدرايفر بتاعها 10 مللي انما السامسونج 9.5 مللي، فالسامسونج في الودن اصغر سنه بسيطه بس بتريحني اكتر من الواوي. فمن حته الراحه كل واحد برضه على حسب الراحه بتاعته. الاير تيبس كمان مش بتعمل بريشر قوي على الودن، فدي ميزه كويسه وبتختار المقاس اللي انت عايزه. بس انا بصراحه من حيث الحجم بتاع السماعه نفسه في الودن السامسونج عجباني اكتر. نيجي بقى لاهم حاجه وهي الكواليتي بتاعه الصوت. باختصار كده لو انت معاك اي موبايل او اي براند اندرويد غير واوي مش هتتبسط بتجربه الصوت بتاعه الواوي، لان هم عاملين فيها الهاي ريز اوديو بيشتغل بس على موبايلات واوي. لكن لو جربت السماعه دي يا جماعه على اي موبايل هتلاقي كواليتي الصوت بتاعتها عاديه جدا. بصراحه البيس فيها ضعيف قوي، ضعيف بمقارنه السامسونج. يعني السامسونج البيس فيها قوي، الداينامكس بتاعت الصوت فيها رهيبه. حتى لو بتستعمل اي موبايل غير السامسونج هي السماعه نفسها صوتها نظيف. مش عارف انقل لكم تجربه الصوت قوي، ولكن بكل صراحه السامسونج تجربه الصوت فيها بريميوم وزيها زي الايربودز 2 برو. انما الواوي الفري بادز برو 3 تجربه الصوت فيها يعني مش عايز اقول متواضعه عشان ما بقاش بظلمها، برده السماعه سعرها غالي، ولكن هي متوسطه. الايكولايزر فيها حتى وانا ظابطه على اعلى ليفل للبيز، البيز فيها واطي جدا. فبصراحه تجربه الصوت في الواوي مش قد كده. نيجي بقى لاقوى حاجه وسامسونج بصراحه برده متميزه فيها هنا، وهي النويز كانسليشن. النويز كانسليشن بتاع السماعتين كويس جدا. عندك برده في الابلكيشن بتاع السماعه دي او السماعه دي الامكانيه انك تتحكم في النويز كانسليشن زي ما انت حابب، ولكن خليني اقول لك ان لو انت مش مشغل اي حاجه، لو مش بتسمع لاي حاجه في السماعه او مشغل النويز كانسليشن في السماعتين هتلاقيه تقريبا هو. لكن اول ما تشغل اي تراك في السماعه السامسونج النويز كانسليشن فيها بيعلى شويه محترمين زياده عن الطبيعي، وبتلاقي نفسك انعزلت عن العالم الخارجي خالص. يعني هدي لك مثال، لما بكون مثلا في مواصلات او راكب باص او كده بيبقى فيه الصوت بتاع العربيه طبعا بيبقى صوته عالي، في الواوي بيبقى الصوت قليل جدا لما بتكون مشغل النويز كانسليشن. بس لو بتسمع لاي تراك او مشغل اي فيديو تلاقي برضو صوت العربيه داخل جوه ودنك. على العكس من كده سامسونج اول ما بتشغل التراك اللي انت بتسمعه او الفيديو اللي انت بتتفرج عليه بتلاقي الصوت في ودنك اتعزل خالص، ما بتبقاش سامع اي صوت خارجي. فمن حيث حته النويز كانسليشن طبعا السامسونج تكسب بلا منازع. حته المايكات بقى بصراحه، واحنا هنا بنتكلم على فئات سعريه غاليه شويتين ثلاثه، فالطبيعي انك هتاخد كواليتي ميكروفون محترمه من السماعتين. وبصراحه ده الوضع هنا. كواليتي الميكروفون في السماعه السامسونج ممتاز جدا، الطرف الثاني بيبقى سامعك بكل وضوح، ما بيحسش ان في صوت خارجي او صوت ناس حواليك الزحمه مأثره على صوتك او كده. ولكن لو رحنا نتكلم بقى عن الميكروفون بتاع الواوي، وبصراحه هنا هو يكسب لان هو النويز كانسليشن فيه اعلى كمان من اللي موجود في السامسونج. بتلاقي صوتك واضح بطريقه اكتر، الطرف الثاني سامعك احسن، وكمان ما بيبقاش سامع بقى اي صوت خارجي او كده. السامسونج ممكن لو في شويه هواء عدوا من جنبك بيأثروا على صوتك، لكن الواوي بيعزل اي اصوات خارجيه بطريقه ممتازه. وتعالوا اسيب لكم في الفيديو دلوقتي مقارنه بين التو مايكروفونز بتوع السماعات، وقولوا لي برضو رايكم في الكومنتس تحت انهي ميكروفون عجبكم اكتر. خلوني اتكلم معاكم شويه وانا بستعمل المايكات بتاعه الجالاكسي بادز 3 برو. انا حبيت التجربه بالنسبه لكم تبقى واقعيه، ان انا ماشي هنا في السمارت فيليج في اكتوبر، الدنيا رايقه شويه، يعني مفيش حاجه جنبي، في عربيه هتعدي من جنبي دلوقتي برضو ممكن تسمعوا هل صوت النويز بتاعها مغطي على صوتي ولا لا. طيب دي كده تجربه للتسجيل بالميكروفون بتاع سماعه الواوي فري بادز 3 برو. معلش لو الاضاءه مش احسن حاجه عشان انا ماشي والشمس في ظهري. طب نتكلم بقى على حته الاضافات اللي موجوده في السماعات. طبعا في سامسونج عندك حته ال دي اللي في السماعه اللي بتخليها تنور، دي شكلها بيبقى تحفه جدا. ممكن برضو تتحكم فيها من الابلكيشن ان انت تخليها تنور على طول او تطفيها زي ما انت تحب. على العكس من كده واوي ما فيهاش الحته ديت للاسف، بس الديزاين بتاع الواوي عجبني اكتر. ميزه كمان اضافيه في السماعتين وهم ان فيهم AI، السماعات بتدعم الذكاء الاصطناعي، ولكن سامسونج في الحته دي تكسب اكتر لانها شغاله كمان مع الاسيستنت بتاعها اللي هو بيكسبي. وغير انها شغاله مع بيكسبي وان انت تقدر تديله اوامر صوتيه، ولكن هي برضو شغاله فيها شويه فيتشرز كده لذيذه قوي في AI، زي انك مثلا ممكن تقول لها ستوب ميوزك فتوقف التراك اللي انت بتسمعه، تقول لها بلاي ميوزك تشغل لك التراك. حتى لو انت مش كونكتد بالانترنت تقدر تقول لها مثلا انسر كول، ديكلاين كول، ممكن تقبل المكالمه او ترفضها. ممكن برضو تقول لها فوليوم اب فوليوم داون،
ده تقدر تتحكم فيه. لكن الواوي ما فيهاش الحته ديت، هي فيها بس انها بتتربط بالاسيستنت اللي موجود على موبايلات واوي. تقدر طبعا تقول لها كومنتس مثلا، زي تقول لها افتحي الكاميرا او هكذا. السماعتين الطريقه اللي انت بتتحكم فيهم هي مش تاتش، ولكن الزرار بيعمل هابتك فيدباك كده بالظبط زي اللي في سماعات الايربودز برو بتاعت ابل. تقدر بدوسه طويله مثلا تحول بين المودز المختلفه، تشغل تراك، توقف تراك، دبل بريس تجيب التراك اللي بعده، تريبل بريس ترجع التراك اللي قبله، وكمان تقدر تسوايب عليها لفوق ولتحت علشان تعلي وتوطي الصوت. الفيتشر دي جميله قوي، ولكن عايز اقول لكم ان انا في سامسونج مش بستعملها كتير، لان انا بستعمل الاير كومنتس عن طريق اني بقول لها مثلا فوليوم اب فوليوم داون، والسماعه بتبتدي تقلب لي بين التراكس وتعلي وتوطي في الصوت طبعا عن طريق الاي اي. لو اتكلمنا على الابلكيشن، فالابلكيشن بتاع السماعتين كويس جدا، ولكن انا الابلكيشن بتاع سامسونج عجبني اكتر، ولاني معايا موبايل سامسونج فكميه الفيتشرز والتخصيص اللي موجوده فيه حلوه جدا. طبعا منه تقدر تتحكم في القوه بتاعه النويز كانسليشن، تقدر برضو تشغل ال 360 الاوديو 360 وتخلي الصوت حواليك سراوندد لو انت بتتفرج على فيلم او كده. ممكن تخلي برضو الصوت يبقى ثابت قدامك على الشاشه، بحيث انك لما تحرك ودنك كده تلاقي الصوت بقى في السماعه دي، لو حركت ودنك العكس الصوت يجي في السماعه الثانيه. ونيجي بقى لاهم حاجه وهي اللي بتفرق قوي يا جماعه في تجربه الاستخدام، وهي البطاريه. الحقيقه ان انا مع سامسونج اتصدمت شويتين ثلاثه في البطاريه بتاعتها سيئه جدا جدا جدا. يعني انا في الفيديو اللي فات هتلاقيه عندك في الاي اللي اتكلمت معاكم فيه عن الانبوكسنج والتجربه بتاعه الجالاكسي باد 3 برو، البطاريه كانت قفلاني قوي، وبصراحه هي لسه قفلاني. هي البطاريه بتشحن بسرعه، يعني انا ما عنديش مشكله في سرعه الشحن، تقريبا بنتكلم في ساعه وربع تقريبا. بس انا مشكلتي يا جماعه في وقت الاستخدام. البطاريه دي بستعملها تقريبا 3 ايام بيجيبوا اجلها تقريبا، يعني هم 3 ايام كفايه قوي. استعملها مثلا في اليوم تقريبا 5 ساعات. بس انا طبعا ببقى مشغل النويز كانسليشن متواصل، وده بيضغط على البطاريه شويه. وكمان زي ما انتم عارفين السماعه السامسونج فيها اللي هو النظام الهاي ريس اوديو اللي يخلي لك البروفايل بتاع الصوت يطلع ل 96 كيلو هرتز. دي كواليتي صوت جباره، ما بتفرقش معايا بصراحه في الصوت، بالعكس هي بتقتل البطاريه اكتر، فانا مش مستفاد منها، ملهاش اي لازمه. ولكن البطاريه بتاعتها سيئه جدا. على العكس من كده الواوي ممكن تقعد معايا مثلا 4 ايام ونص، مش الفرق الرهيب، بتكلم مثلا في 20% زياده. بس انا بتكلم على التجربه الفعليه في السامسونج البطاريه اقل بكتير من الواوي. لو حته البطاريه بالنسبه لك مهمه تخليك في الواوي طبعا، لكن الفيتشرز الثانيه انا بصراحه افضل كواليتي الصوت، افضل النويز كانسليشن الاحسن، فعلشان كده هروح للسامسونج طبعا بكل مناسبه. واخر حاجه نتكلم عليها وهي السعر. طبعا السعر فاريبل بين السماعتين وعلى حسب طبعا الوقت اللي انت هتتفرج فيه على الفيديو دوت. لو انت تتفرج على الفيديو ده وقت ما ينزل، فالسماعه السامسونج سعرها على الاونلاين ستورز حوالي 7000 جنيه تقريبا متوسط سعرها، لكن الواوي سعرها تقريبا 6500 جنيه. لكن لو نزلت المحلات هتلاقي السماعات دي ارخص ودي ارخص. انا جبت ارخص سعر للواوي كان 6100 جنيه، وجبت السامسونج بسعر 6300 جنيه من محل في السراج مول اللي في مدينه نصر. وفي حته التصميم انا كان في حاجه مش عجباني في السامسونج، وهي ان اللون الابيض زي ما قلت لكم يا جماعه بيتوسخ بسرعه رهيبه جدا. فانا حليت المشكله دي واستقريت مع سامسونج. كل اختصار جبت اللون سيلفر بتاع السماعه السامسونج، وبصراحه يا جماعه هو شكله شيك جدا جدا جدا. يعني انا ارشح لك اللون السيلفر عن انك تجيب اللون الابيض، لان اللون الابيض بيتوسخ بسرعه رهيبه، لكن اللون السيلفر ده بصراحه شياكه جدا. وبس كده، دي كانت كل حاجه معانا في فيديو النهارده. لينكات السماعات دي موجوده تحت في الديسكربشن. فكر وكرر واتفرج على الفيديو مره واثنين وثلاثه لغايه ما تستقر، ويا ريت تقولوا لي رايكم في الكومنتس انهي سماعه فيهم عجبتكم اكتر. يا ريت لو الفيديو النهارده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب في القناه وتفعلوا الجرس عشان اي فيديو جديد مني يوصل لكم على طول. ونتقابل في الفيديوهات الجايه، والى لقاء اخر ان شاء الله. سلام.